السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحبايبي في القرية. ممكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كلنا عارفين معنى ايه يمحق الله الربا. يعني المرابي والعياذ بالله بيعرف يعني ايه الامحاق. الامحاق كما قال سيدنا متولي الشعراوي هو انك انت يختفي من غير ما تحس، مش فجأة كده تتفاجئ ان ما معكش فلوس، لا، من غير ما تحس تلاقي نفسك على البلاط. الصورة دي معناها معروف، لكن لازم ناخد بالنا في صورتها مع نادي الزمالك. هنوضحها في الحلقة ونتكلم الأول عن اللي قاله ميدو وكابتن إسماعيل يوسف امبارح في الحلقة بتاعته. بس أرجو من حضراتكم عشان الحلقة دي حلقة جامدة جدا جامدة جدا، يا ريت ما تنسوناش باللايك وتدعمونا باللايك عشان أنا زعلان منكم. ميدو قال لك إيه؟ ميدو قال لك إن الأول كده في البداية إن مجالس إدارات الزمالك هي اللي بتفرغ اللعيبة بعد أي بطولة. ليه يا عم؟ قال لك بيغيروا من نجاح اللعيبة وبتاع مش عارف إيه. فاكرين لما كان فيريرا كانت بتطلع صوره مع الجماهير وبتاع مش عارف إيه وراح ممشيه مرتضى؟ نفس الفكر بيتوارثوه. يعني هم سوء اختيار بيختاروا ناس مش خايفة على النادي، ناس عندها السادية، ناس عندهم السادية. يعني معنى الكلام ده ان مش في مؤامرات، مش ناس بقى بتفرج من بره، ده من جوه النادي. دي حاجة. تاني حاجة، كابتن اسماعيل يوسف قال لك انا عندي معلومة اكيدة طبعا وانا حاضرها، انه اجبر جمال عبد الحميد على الاعتزال بسبب المواضيع دي. جمال عبد الحميد اللي كان بيقول لك سابوني وبتاع في الاهلي ومش عارف ايه، وهو واخد الفلوس بزياده. الكذب اللي كان بيقوله، بس مش قادر يقول الحقيقه على نادي الزمالك، لان بعد نادي الزمالك هيبقى مفيش ارضيه بقى خلاص، ما هو هيخسر الزمالك بعد ما خسر الاهلي. فاهمين؟ دي ايه النقطه اللي كابتن اسماعيل يوسف قال لك ان هو مجبر. الحاجه بقى المهمه جدا اللي هي الكفاله بتاعت نادي زد لنادي الزمالك. قال لك ميدو ان في اتفاق وفي عقد ان هم يعني يجيبوا للاعيبه الاشبال الشراط والفانيلات والاندرات والملابس الداخليه والجزم لا مؤاخذه والكور، في سبيل ان هم ياخدوا منهم 2 لعيبه كل موسم يختاروهم. 2 لعيبه من الاشبال يختاروهم. يعني الموسم اللي فات خدوا منهم 2 لعيبه، منهم لاعب يعني يغطي مصروفات زد 4 سنين اللي هو صرفهم، اللي هيصرفهم على الزمالك. طلع بره اوروبا بمبلغ يساوي اللي هيدفعه في ال4 سنين اللي جايين. وقال لك ان انا اتكلمت مع كابتن سيف زاهر اللي هو طبعا رئيس نادي زد، وقال لي مش مشكله، احنا ممكن نلغي العقد ده، ولو عايزين الرعايات دي من غير ما يبقى في عقد مش مشكله. بتاع ايه بقى؟ احنا عايزين نفهم يعني طب انا دلوقتي يا جماعه في مباراه فاصله ومهمه للنادي الاهلي بس بين الزمالك وزد في المنطقه الدافيه، ما يهموش المباراه. انا ايش ضمني ان يبقى في اتفاق؟ سيب لي بقى المباراه ديت عشان انا بقى افوز بالدوري، وانت مش مهم عندك المباراه دي، والا بقى هنبوظ العقد اللي بيننا. ايش ضمني بالمواضيع دي؟ ايه اللي يضمني؟ ده ما يعدش رشوه؟ هل في اي دوري محترم، انا بتكلم على اي دوري محترم، يسمحوا بالكلام ده؟ الفرقتين في الشارع. دي حاجه. هنيجي الموضوع سيف زاهر ده تاني، هنرجع له تاني، بس نتكلم الاول عن الخضري امبارح مع القوصي بيتكلم على المشكله والخناقه وقله الادب والسب والقصف ومدحت عبد الهادي وشيكابالا وفين العقاب وفين العقوبه وبتاع. يخش الخضري يقول له انا مع العقوبه، بس لو كانت عاقب اللي مش عارف ايه كان دوت خاف. قال له هو القوصي اول مره اشوفه كده يعني متشدد. قال له وانا كل ما اقول لك حاجه تروح جايب لي حاجه من 6 اشهر من 7 اشهر من 8 اشهر. قال له ما هو انك تقعد 6 اشهر عقبال ما تعاقب كهربا. قال له ما عقاب كهربا دوت اتوقف عشان كانوا طالبين رئيس النادي ورئيس النادي ما راحش. انا بقى بضيف بقى عليها انتوا عاقبتوا كهربا 6 مباريات ونص مليون جنيه على تأويل. كهربا حطه صح، حط الجون صح، ولا هو في دماغه حاجه تانية، ولا ده تأويل؟ اديتوا له 6 مباريات عشان تأويل ونص مليون جنيه.
ماشي. اذا كان الشحات خد تبع اللائحه المباراتين و20,000 جنيه، فين بقى عقاب دونجا؟ انت بتتكلم عن اللي بقاله 6 اشهر، طب فين عقاب دونجا؟ فين؟ طب فين التدريع والجزمه وبتاع ومش عارف ايه؟ فين؟ اتضح ان فيديو شيكابالا موضح امبارح في فيديو نزل ان هو اللي راح لاحمد الشناوي عشان يشتمه. هو اللي راح لاحمد الشناوي عشان يشتمه. الزمالك بيتجامل من كل حته. هو هل موضوع ايمن احمد منصور وعمر كمال، هل ده الموضوع ده يتحل في قعده عرب؟ يعني انتوا عايزين تحلوه في قعده عرب؟ يعني الاتحاد بعد ما يجي له الورق ان لاعبين مضوا لناديين، لاعبين مضى هنا ومضى هنا، عقوبته ايقاف 6 اشهر، تيجي تقول لهم حلوها ودي؟ انت مالك ومال حلوها ودي؟ انت عندك لوائح، اللاعب ده يتوقف واللاعب ده يتوقف، تحلوها ودي؟ لو الموضوع ده يخص النادي الاهلي كنت قلت عادي. ده انت قلت ايه؟ بس يعني 4 مليون جنيه في لاعبين، المصري عايز يدفع، بس انا بقول الفلوس احسن خالص. يعني هنا الفلوس احسن، لكن انت مع الاهلي ما كنتش هتقول الفلوس احسن، هتقول فين اللوائح؟ ده منتهى النفاق منك، ده الربا، ان يبقى فيه في كل حته بتاخدوا حقوق مش حقوقكم. ما هو ايه؟ انت بتاخد حق مش حقك، بتاخد رشوه مش حقك. انت لما تاخد ملايين من الوزاره ومن كامل الوزير ومن الاتحاد يقعدوا يطرمخوا عليكم، ايه الكلام ده؟ لما يجي احنا بندور على العقاب اللي هيشوفه نادي الزمالك في المشكله اللي حصلت مع بيراميدز ومع الاسطوره بتاعكم، يروح سيف زاهر يستضيف فتح الله ومدحت عبد الهادي عشان يتكلموا مع بعض ويقولوا ده مشكله بتحصل في كل الملأ. يا راجل يا راجل، يعني هو ده العقاب؟ انك انت جايبهم بقى اذا كان الاثنين تبع الزمالك، ما هو الاثنين طالعين من الاثنين جايبهم عشان يتفقوا مع بعض ان الموضوع يعني عادي يعني، ومنظرنا قدام الناس وقدام العالم عادي بيحصل ملوش حساب. سيف زاهر طبعا ما يقدرش يتكلم لان سيف زاهر ليه مصالح مع الزمالك، لكن اي حاجه للاهلي تطلع. انا عندي معلومه اكيده، انا عندي معلومه اكيده، لكن ان حد يطلع على البلاوي اللي بتحصل في نادي الزمالك والتزوير اللي بيحصل في نادي الزمالك والموظفين اللي مش موجوده في نادي الزمالك والملايين اللي بتنهب في نادي الزمالك والملايين اللي بتيجي من الوزارات لنادي الزمالك والتعريض بتاع الاتحاد لنادي الزمالك، كل ده ربا وربنا مش مبارك فيه. ما هو ربنا مش هيبارك فيه ابدا، لا يمكن واحد شقيان وتعبان وعرقان صح، مش العرق بتاع شيكابالا، العرق الصح ان كل واحد بيجتهد عشان يجيب رعايه، عشان يجيب بطوله هنا في كوره. ده في العاب بيتصرف عليها ملايين ما بتجيبش جنيه، النادي الاهلي بيوصل للعالميه فيها ومع ذلك ما بيستفادش بيها. دي الوطنيه بتاعت الاهلي. هل يستوي الاعمى مع البصير؟ لا يمكن الاعمى يستوي مع البصير. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد على قد مجهوده في الدنيا، حتى الكافر. ده حقك في الدنيا اجتهدت بتاخده، حساب الاخره ده حاجه تانيه. لكن انت اساسا انت ما بتعملش حاجه. انت عايز شقه نكلم لك وزير الاسكان، عايز شغل نكلم لك وزير الاعمال ولا وزير مش عارف ايه، عايز مش عارف ايه نكلم لك. انت ما بتعملش حاجه. على راي الفيلم بتاعت الخبره دي، ما هو انت ما بتعملش حاجه، ربنا هيبارك لك في ايه؟ وبعد كفاله زد خدوا بالكم ان زد صعوده كان فيه برضه كلام ورغي وبتاع، وقالوا لك ده هو بيتبرع للاتحاد المصري ب 10 مليون جنيه للفريق الاولمبي. طب ليه؟ والصعود كان فيه مشكله وفيه كلام في التحكيم، برضه في شك. لما يبقى في فريقين بيتفقوا مع بعض في علاقات ماديه بينهم وبين بعض، احنا نضمن منين ان يبقى في فير بلاي بينهم؟ نضمن منين؟ وبعد كفاله نادي زي زد دوت، انت عايز تقارن نفسك بالنادي الاهلي؟ انت اتجننت. انت ما تتجننش علينا. لما انت بتشحت الاندر بتاع العيال وبتشحت الفانيلات وبتشحت الجزم وبتشحت القور، هبه بيديك هبه، وبعد كده تقول لي قطبين والنادي الاهلي وازاي ما اخدش زيه وازاي؟ انتوا في ايه في دماغكم؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ لما انت كل واحد بيحترم نفسه في نادي الزمالك بتنطره بره، كل واحد يقول لا يتنطر بره، وتجيبوا ناس عندها ساديه
وبتفضي النادي عشان بياخد بطوله. ليه؟ عشان بيغير من اللاعب. احنا ذنبنا ايه؟ احنا ايه؟ احنا ناس محترمه، ناس بنشقى وناس بنتعب. الراجل في النادي الاهلي، الراجل اللي جايبينه جديد اللي هو برينجر ده مطور الاداء، دلوقتي بقى كل تدريبه يجيب اشبال معينه يعمل تقسيمه بينهم قبل اي تدريب لكبار عشان كولر يشوفهم، عشان عايز يطلع مين الاهلي المراكز اللي محتاجها الاهلي. ده شيء عظيم جدا في النادي الاهلي بيتم دلوقتي مع الراجل المطور الاداء اللي هو اسمه برينجر. يعني مش جاي كارت حاش زي سامسون كانيولا اللي بياخد له ملايين وقاعد، لا، كل واحد بيجي بيشتغل وبيشقى وبيتعب ولازم يقدم اضافه. ده اللي اسمه برينجر. التدريبات بتاعت الاهلي بقى ابتدت امبارح بتدريبات خفيفه والجيم، والنهارده هيبقى في تدريب برضه وبيرسي تاو بين وبين لا في المباراه بتاعت بكره بمشيئه الرحمن مساء الساعه 8 بين الاهلي وسان جورج. لكن رجع لنا كهربا، رجع لنا الشحات، رجع لنا كريم فؤاد، ويمكن اكرم توفيق. ان شاء الله دايما الخير للاهلي، ومحدش يقول لنا قطب تاني. مفيش حاجه اسمها قطب تاني، في حاجه اسمها القطب الاوحد بمجهوده مش بمساعدة. ده انت يا راجل مفيش حاجه في الدوله الا ما بتساعدك. الارض اللي انت واخدها ارض النادي من 100 سنه ارض اوقاف وما بتدفعوش ايجارها، ارض ما بتدفعوش ايجارها للاوقاف، حاجه معموله للفقراء، حاجه معموله للفقراء وللجوامع، حتى الفلوس دي ما بتدفعوهاش. ودي نهايه الحلقه. ويا ريت اذا عجبتك الحلقه ما تنساش تدعم اخوك باللايك والشير وتشترك في القناه وتدعم زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.